الكبة القبطية ما في أطيب منها. واحد اتنين تلاتة. يا عين عليك يا شيف الشنيار. الشيف الشنيار غسيله غير، زيتاته غير، عجناته غير. وهون معنا الدليل السياحي الأندونيسي عم بتذوق الكبة القبطية. مرحبا رفقاتي، جبت لكم أحلى فيديو في العالم. شي فخم وضخم على عالم وعلى الأمم، لعيون شوارع الهند وأكلات الهند والصينيين. انظف شعوب في العالم واطيب اكل في العالم عند الهند والصين. واليوم جبنا لكم فيديو شغل عمامكم الهنود. يا ويلي شو طيبة. الغريب والعجيب في الموضوع انه طبعا هذا الشيف هذا اسمه شنيار. طبعا شوفوا لي انتو ايديه، بعجن بايديه، باجريه، بسنونه، بدراسه، بتحت باطه، باظافيره، ما عنده اي مشكله. ومعه اينشتاين للعصائر، هذا شغلته تركيب عصائر بس. هذا الختيار جنبه طلع مسح بكنستو ايه عادي، يعني بحرك الزيتات شوي، بشوف الكبه ايش صار فيها. هون هذا الشيف الشنيار. خلونا نرجع طبعا لعمكم اينشتاين مكيف هون عم بسقي الشباب كلها عصير من تركيبه كيميائيه مزبطها هو على كيفه. هون الشيف هذا الشنيار تحت باطه بسقسق لكم العجينه، بزبطها برقاقه مزبوط على الرقاقه. هون هو يعني عنده نكهتين، نكهه يمين نكهه يسار. هلا هي خالته هي معديه من هون تشتري باذنجان، عدت من هون قالت لي، قالت باخذ مثلا كبه قبطيه. ايوه، وطبعا لها طريقه، يعني ثلاث اربع دقات تحت الاباط اليمين وثلاث اربع دقات تحت الاباط اليسار، لانه هي نكهه وهي نكهه. هو عم بشرح هلا، بتاوب بتمطمط هيك، بطلع شقفة عجينة تحت باطه. طلعوا لي تقول مربي عناكب تحت باطه. واحيانا بتعدي من ال 44 بتعدي هيك بتاخذ لها تنفس تحت باطه. زت، ايوه زت، لازم كمان تخبط بالسقف اللوح التوتيه وتنزل مشان ينزل ايش في صدى وجراثيم. ايوه يا عين عليك، هي الحركه. واحد اتنين تلاته اربعه، كويسه. انزل يا معلم. طارت شقفة عجينة على الارض، بشيلها هون الزبون بيعطيها، بقول له ما في مشكله لا تاكلوا هم انتو، ايش في شي نشح وخم مخيمم بس هاتوه. الغريب بالموضوع كرمال الله طلعوا هون اينشتاين، طلعوا كنسته مشقوقه وحالته حاله وحيطه باقيت حمراء بجيبه من فوق بجيب القميص. وهون الخماهو جاي لعنده، هذا كمان بقي له يومين ليموت. وهديك مدري مين ابو بيس وما ابو بيس، الشباب كلها جايين من هون لعنده، بس انه يعني الحابب يموت بتفضل. لا، وسر النظافة انه جايب جرايد، يعني انه هدول الجرايد اللي لممهم من الحوايب او ايش عامل الله اعلم. شوفي لي هذا الخماو، عبقول له هلا اول لقمه تاني لقمه خالص انت رايح. العيون الخماو، العيون قبيعتك يا الخماو. ناصح بس هي السكسوكه الحديد. المهم يا شباب، الغريب، الشيء الغريب في الموضوع انه يعني طلعوا لي على الزحمه. ايه علي الحلال لو عم توزع في الوطن العربي ببلاش وعم تدفع فوقها مصرات، بس العالم توقف تتفرج عليك بدون ما تستفرغ؟ صعب. شلون هون عم ياخد منهم مصاري؟ واحد دولار وثمانين ما بعرف روبي هندية، وعنده شيوخ واطفال وكبار وصغار ونسوان ما بعرف. ايوه يا عين عليك، يا عين عليك. الزيت اكيد يعني مقلي فيه صراصر، قبل هالمرة مقلي فيه ضفادع جرادين ما بأثر. وتحت باطه ما بيستعمل لا ركسونا ولا اي شي مواد مزيلة عرق، لانه هو السر عنده. طلعوا النكهه اليسار دقه وحده تحت الاباط، النكهه اليمين بيعطيها ثلاث ضربات. هون السائح هون مستغرب. والزيت كله هيك عم بعج فيه الصراصر والسائح هذا مبسوط، يعني جاي طارق مشوار بالطياره ابو 22 ساعه بس ليجي لعند هذا الشيف الشنيار مع عمكم العصائر اينشتاين. ايه مكيف. يعني هذا يبرك عنده مثلا يقيم عنده يومين ثلاثة عادي، في بالليل بلاقي شعره يقص له اياه على الصفر ومساوي لهم اياه معكرونة ورشش فوقه سكر وحط لهم ملح الليمون وعم بسوي لهم اياه اطباق حلو للهنود بالليل، وبياكلوا هدول وبياكلوا. ايه اعطينا الفوائد تفضل. عم بقول فوائد، يعني انه الكبه القبطيه يعني كلها عرق وعم بربي عناكب، وام ال 42 وام ال 77، ويا اينشتاين ايش فائده العصير جنبه؟ عم بتقول انه بحرق الامعاء وبتحرق الكبد وبطبوا الشرايين في الارض، وبتصيب معك طبعا سكتة دماغية فجائية، واحتمال ضربات القلب تتوقف
ويصير معك سكتة قلبية او سكتة جلطة دماغية، نسبة الكوليسترول في الدم ترتفع، شلل نصفي، يعني اعراض كلها بالخير بالخير يعني. اكيد هون طلعوا له شعراي، الزبون اللي بيطلع له شعراي من الكبه القبطيه من عند عمكم الشنيار بيطلع له وجبه تانية مثل ما الله خلقه. يعني هي ما انه هي شلون بدي اقول لكم العلامه الذهبيه بصحتك. اوف. الشعراي طلعت له من تحت باط الشيف الشنيار، يعني هي ما بتطلع لحي الله حدا، عبقول له انت ربحت معنا اليوم وجائزتك كتير كبيره، بدك تتحلى المسا. بس يعني ما في فيديو، والعيون على خماهو اجباري بدي اقطع الفيديو. عدى الخماهو ولساته عايش، الله يكبسوه. وحده تانية معلم بظبطكم وضعكم. لك وين عايشين انتو؟